موجز لأهم الأنباء من شوف تيفي، أهلا بكم. أقدم شاب مساء أمس السبت على وضع حد لحياته بإلقاء نفسه من سطح عمارة تتكون من 5 طوابق بزنقة الزيزفون قرب ثانوية الخوارزمي بالدار البيضاء. وحسب شهود عيان فإن الهالك البالغ من العمر ما بين 24 إلى 27 سنة، والذي كان يعاني من مرض نفسي، قد ألقى نفسه من فوق عمارة بالمنطقة المذكورة والتي تتكون من 5 طوابق ليتم نقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق قبل الوصول إلى المستعجلات. في الخبر الدولي، أصيب عنصران من الشرطة المصرية بجروح وقتل عدد من المسلحين في تفجيرات وهجمات متفرقة بالقاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى، وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في ذكرى ثورة 25 يناير. وقال مصدر أمني مصري أن انفجارا استهدف تجمعا للشرطة في محيط نادي الشمس بمنطقة جسر السويس، مما أدى إلى إصابة شرطيين قبل أن تطوق القوات الأمنية الموقع تحسبا لوجود عبوة ناسفة أخرى. نعود إلى الشأن الوطني، حيث تمت مساء أمس السبت إغاثة سيدة حامل في وضعية مخاض بدوار معزول بسبب التساقطات الثلجية بإقليم إفران، ونقلها على متن سيارة إسعاف رباعية الدفع إلى مركز صحي حسب مصادر بالمندوبية الإقليمية للصحة بإفران. وأوضح المصدر ذاته أنه تم وبتنسيق مع مندوبية الصحة والسلطات الإقليمية من درك الملكية ووقاية المدنية ومندوبية التجهيز والجماعات القروية تسخير عدة سيارات إسعاف رباعية الدفع مصحوبة بكاسحات للثلوج من أجل نقل السيدة الحامل من دوار تبساكت بمنطقة البقيرت جماعة سيد المخفي إلى دوار أو دار الولادة بالمركز الصحي تمحضيت، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية وتم تشخيص حالتها الصحية ليتم نقلها بعد ذلك إلى مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي بأزرو. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، حيث كشفت قناة سكاي سبورت أن الدولي المغربي عادل تعربت من المتوقع جدا أن يلتحق بالفريق الإيطالي تورينو، مشيرة إلى أن مسؤولي النادي أبدوا رغبتهم في ضمه للاستفادة من خدماته حتى نهاية الموسم. وأضافت أن العلاقة التي وصفتها بالمتدهورة بين تعربت وفريقه الإنجليزي ستدفع باللاعب المغربي في العودة مجددا إلى الدوري الإيطالي من بوابة نادي تورينو. بهذا الخبر عن الدولي عادل تعربت نأتي وإياكم أعزائي الأفاضل إلى نهاية هذا الموجز، في أمان الله.